الفايش الصعيدي وجماله وصفة من الوصفات الجميلة اللي أنا عملتها وعجبت أولادي جدا. ومش مكلفة خالص، تقدروا تفطروا بيها مع قطعة جبنة كريمي أو أي حاجة سخنة، شاي بحليب. زي ما انتوا شايفين شكلها ولونها تحفة ومقرمشة وجميلة جدا، هتعجبكم جدا. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف مع بعض المقادير. معانا نص كوباية، نص كيلو دي جميع الأغراض. معلقة خميرة فورية، رشة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة كركم. وتقدروا تحطوا فانيليا، رشة فانيليا، او لو مش حابين بلاش 3 معالق سكر. ودي معلقة سمسم اختياري، تقدروا تحطوها او لا براحتكم، مفيش اي مشكلة، بس هي مش اساسي في الوصفة. بنقلب الكلام ده كله مع بعض، بنحط تلت كوباية زيت. بنقلب الزيت مع الخليط بتاعنا ده زي ما انتوا شايفين، ولازم نبسه كويس بحيث ان يتوزع الزيت مع كل الدقيق بتاعنا كويس قوي. بنحط طبعا ميه تكون دافيه، لا هي سخنه مش سخنه قوي، علشان ما تضيعش الخميره بتاعتنا او ما تموتش الخميره معانا. وبنبدا نعجن الخليط بتاعنا، بيبقى ملزق شويه في الاول، ما تقلقوش، بس ما تكتروش ميه، يعني ابداوا بنص كوبايه ميه، وعلى حسب الدقيق بتاعكم هياخد قد ايه. وتبداوا تعجنوا كده زي ما انتم شايفين، لازم تتعجن كويس لغايه لما تسيب البوله زي ما انتم شايفين. ولازم تبقى العجينه ملساء كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ومش ناشفه، بتبقى طريه شويه. بنغطيها وبندهنها بمعلقه زيت، وبنبدأ نغطيها ونسيبها حوالي ساعة، من ساعة لساعة الا ربع على حسب الجو طبعا، بس الجو حار الأيام دي فمش بتاخد وقت. بعد ما بتخمر بنبدأ ننزل الخمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنجيبها نقطعها زي ما انتوا شايفين لقطعتين. هنبدأ نعملها، هنفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نفرد العجينة بتاعتنا بشكل مستطيل على قد ما نقدر، بالمردنة بتاعتنا او بالنشابة المتوفر عندكم، ما عندكوش بايديكم مفيش اي مشكلة، زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ نلف العجينة بتاعتنا رول زي ما انتوا شايفين، وبنقفل كويس من تحت الرول بتاعنا، وبنحطه في اي صينية عندنا. ممكن تحط تحتيها ورق زبدة، او ممكن لو صينية ألمونيا مفيش اي مشكلة دهنوها دهنة خفيفة من الزيت، وحطوا الرول بتاعكم ونسيبه لغاية لما يخمر تماما. وبنعمل بقية العجينة بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنسيبه يرتفع تماما. بعد ما يخمر تماما بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، هنحطه كده وبنغطيه ونحطه في اي مكان دافي كده لغاية لما يرتفع ويخمر. بعد ما خمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنبدأ ندهنه بشوية مية، او ممكن لو صفار بيض مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل ان انا ادهنه بشوية مية. وبنبدأ ندخله على الرف الاوسط في الفرن بتاعنا، على درجة حرارة 180 درجة، مش بياخد وقت كتير. وبعد ما بيستوي بيطلع بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيحمر من فوق ومن تحت، بيبقى طري. بنقطعه ترنشات بالسكينة المشرشرة بتاعة الكيك، مش بأي سكينة تانية، تمام، علشان ما يتهريش مننا. وبنبدأ ناخده نحطه تاني على الصينية بتاعتنا اللي احنا كنا سويناه عليها، بنفرده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبندخله على درجة حرارة، اهدى درجة حرارة في الفرن. لو عندكم درجات على 160، وبيتحمص بيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى مقرمش وجميل جدا. بتعبيه في اي علبة عندك، وبتفطري بيه بألف هنا وشفا مع كوباية شاي بلبن. شايفين جماله، هش وخفيف جدا وطبعا طعمه روعة بجد ومقرمش. جميل جدا، بيدوب كده زي ما انتوا شايفين، شكله روعة بجد، وبألف هنا وشفا على قلبكم. لو عجبكم الوصفة لايك وشير، وأتمنى تسيبولي كومنت لذيذ كده ودعوة حلوة من قلبكم. كان معكم زهرة المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.